تلقت النيابة العامة اليوم بلاغا بغرق حافلة بترعة بمركز أجا ووفاة 20 شخصا من مستقليها غرقا وإصابة 8 آخرين من بينهم سائق الحافلة والتي ألقي القبض عليه. وانتقلت النيابة العامة للمستشفى لاستلام الجثامين وبسؤال المصابين الذين قرروا أنه حال تحدث سائق الحافلة في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره مما تسبب في الحادث. وبسؤال السائق فيما نسب إليه أنكره، وبإجراء التحاليل المبدئية للمتهم تبين تعاطيه مخدرا. وقررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له بيانا لمدى تعاطيه مواد مخدرة. وصرحت بدفن الجثامين التي تم التعرف عليها، وأخذت عينات من باقي الجثامين المجهولة لتحديد هويتهم وجاري استكمال التحقيقات. حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.